بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول أي حاجة حبايب قلبي، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وقبل ما أقول هنعمل إيه مع بعض النهاردة، ما تنسوش تهدوا من إيديكم الحلوة بأحلى لايك، اشتراك، وتفعلوا زر الجرس، وتقولوا لكل حبايبكم ومعارفكم عن مطبخ ست بسيطة وبنوتات عشان يوصل لهم كل الفيديوهات الحصري البسيطة الاقتصادية. يلا مع بعض أوام نقول وصفتنا. طيب قلب هنعمل وصفة حلوة وسهلة واقتصادية من البطاطس، تبقى فطاير حلوة كده ونشكل منها حاجات حلوة وجميلة. أنا عندي مبشورة، عندي بصل مبشور، عندي فلفل قطعته حتت صغيرة، عندي بيضاية، عندي ملح، عندي معلقة كبيرة من البابريكا، وعندي مكعب من المرقة، وعندي دقيق. يلا قوام حبايب قلب نشوف طريقتنا. وخلي بالكم خضارنا اللي أنا بشرته عصرته جامد من المية عشان ما يصير الوصفة بتاعتي. يلا قوام نعمل وصفتنا. كل خضارنا كده بسم الله الرحمن الرحيم. بالبابريكا بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزل بمكعب المرقة بالبيضة بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بسنة فلفل اسود. مكوناتنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم جامد. انزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر بسم الله الرحمن الرحيم، برضو اقلبها مع مقاديرنا. مكوناتنا كلها مع بعض هنزل من بالدقيق واحده واحده لحد ما ايه بقى يا حبايب قلبي، لحد ما الخلطه بتاعتنا دي كلها تبقى عجينه وتلم معانا. يعني انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم بجزء من الدقيق واقلب جزء تاني. يعني مقدار الدقيق عندك يبقى حبيبه قلبي مفتوح، بحيث ان الخلطه بتاعتنا دي كلها تبقى عجينه وتلم معانا. ممكن تحتاجي كميه الدقيق كلها، ممكن ما تحتاجيهاش كلها، ممكن تحتاجي عليها تاني على حسب ما الخلطه بتاعتك اللي انت عاملاها او الكميه اللي انت عاملاها تلم وتبقى عجينه زي ما هوريها لكم دلوقتي. الخلطه بتاعتنا لمت زي ما انتم ما شايفين عجينه كده. هي هتبقى فيها تلزيق عشان خاطر الخضار اللي احنا حاطينه والبيض وده، بس اهم حاجه تلم معانا كده. هاجي بقى انا اعمل ايه بقى يا حبايب قلبي، وايدي متعوصه زيت كده. الخلطه دي كده بالنص بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء ده زي ما انتم ما شايفينه، هاجي بقى ارش على الرخامه بتاعتي نضيفه وزي الفل زي ما انتم ما شايفين. ارش بقى عليه دقيق اهو زي ما انتم شايفين، رشيت الرخامه دقيق، واحط بقى كده وبايدي احط فيها زيت وابطط بقى حبايب قلب. برضو رشيت عليها بص رشه بسيطه من الدقيق، وايدي برضو فيها زيت. واجي بقى كده اهو اخليها تبقى قرصه مدوره بسم الله الرحمن الرحيم. قرص زي ما انتم شايفين، وتعملوه الحجم اللي انتوا عايزينه. اجي بقى بالنص كده بسم الله الرحمن الرحيم، اقسمها بالنص كده بالربع برضو بسم الله الرحمن الرحيم اهو. مثلث اقوم قسماه كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو. زي ما انتم ما شايفين عملت القرصه بتاعتي مثلثات. هشيله دلوقتي واحطه على صينيه واحطه في التلاجة لمده نص ساعه او ساعه الا ربع عشان القوام بتاعه يتماسك. واول ما اطلعه من التلاجة على طول اقوم محمراه في زيت طبيعي، التحمير بتاعنا الحلو الجميل. يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم انا دلوقتي حطيتها على الصينيه، بس قبل ما احطها على الصينيه دهنت الصينيه زيت واحطها دلوقتي في التلاجة من نص ساعه لساعه الا ربع عشان تمسك وتبقى حلوه واحنا بنحمر. انا دلوقتي حبايب قلبي حاطه المثلثات زي ما قلت لكم في التلاجة. ودلوقتي هنعمل وصفه تانية من نفس العجينه برضو، وهي كوكيز البطاطس. زي ما في كوكيز الفراخ في برضو عندنا كوكيز بطاطس، احنا هنعملها حلوه وجميله ان شاء الله. قدامك حاجه من الاتنين يا حبيبه قلبي، لا تاخدي العجينه دي وتبططيها على الرخامه وتعمليها مربعه كبيره وتقطعي منها مربعات الكوكيز، لا اما تعمليها على ايدك. ايا ما يكون الطريقه اللي تبقى سهله قدامك تعمليها. انا عن نفسي هاخد كده هدهن ايدي زيت اهو، واقوم ماسكه بسم الله الرحمن الرحيم اهو حته عجينه اهي، واقوم مبططاها الحجم اللي انت عايزاه. اجي بقى اجيب البقسماط اهو الناعم عندنا او الفيجيتار ايا ما يكون، واقوم عاملاها كده قلبي برضو واحده تانية اهي اهي. واجي برضو في البقسماط او الفيجيتار ايا ما يكون انا مبهراه اهو، واقوم حطها كده
البطاطس زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي برضو هحطها في التلاجة لما تشد شوية معانا، وبرضو اول ما اطلعها هحمرها وتاخد اللون الذهبي بتاعنا. يلا بينا على الوصفة التالتة. دلوقتي يا حبايب قلبي كوكيز البطاطس وحطيتها في التلاجة مع المثلثات. دلوقتي هعمل برجر برضو البطاطس. هدهن برضو ايدي زيت كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد قطعة وادورها واعملها الحجم اللي انا عايزاه، بسم الله الرحمن الرحيم. برضو قطعة تانية كده اوريكم، بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واقوم مدوره كده واعمل الحجم اللي انا عايزاه. كميتنا حبايب قلبي، واحطها برضو في التلاجة، واقوم مطلعه كله مع بعض واحمره، ونشوف بقى احلى وصفات عملناها من كوكيز، من مثلثات البطاطس، من برجر البطاطس. حبايب قلبي الثلاث وصفات من عجينه واحده، بسم الله ما شاء الله. الكوكيز البطاطس، البرجر البطاطس، مثلثات البطاطس، ما شاء الله سهله بسيطه اقتصاديه بمكونات عندك يا حبيبه قلبي. تقدري تعملي الثلاث وصفات دي لو انت في فتره مدارس، تقدري تعمليها سندوتشات لحبايب قلبك ياخدوها معاهم. لو انت محتاره في غداكي ايه، احلى 3 وصفات تعمليهم جنب منهم شويه مكرونه شويه مخلل، ايا ما يكون. الف صحه والف هنا على قلوبكم. قوموا جربوا الطريقه السهله البسيطه الاقتصاديه، ما تكسليش عشان ما تندميش يا حبيبه قلبي على الطريقه دي. يومكم ونهاركم مليان بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. ما تنسوش الدعوه الحلوه تكبر خاطر الست بسيطه. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري وبسيط ومتواضع من مطبخنا، مطبخ الست بسيطه وبنوتتها. يومكم زي ما قلت لكم مليان بالسعاده وبرضا من عند رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.